العقل اللاواعي دايما مستنيك تبقى لوحدك علشان يكلمك. يعني ايه؟ بداية علشان تعرف قدر النفس فلازم تبقى عارف انها الشيء الوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى اقسم قبله في القرآن الكريم ب11 قسم، هتلاقيهم في سورة الشمس. والنفس دي علشان تتكلم معاها او تسمع صوتها وتوجيهاتها فده مش هيحصل غير في لحظات السكون والهدوء والصمت. علشان كده العزلة والتأمل والخلوة والتدبر من أهم مفاتيح معرفة النفس. من خلالهم الإنسان يقدر يسمع صوته الداخلي، يقدر يتقرب إلى الله، يقدر يعرف هويته الحقيقية، مش يهرب من واقعه. ربنا سبحانه وتعالى قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الآية الكريمة بتشير على أن داخل الإنسان مصدر إلهام، صوت داخلي، وعي باطني، مستحيل تقدر تسمعه أو تتعامل معاه وسط الدوشة. لازم أنت اللي تختار إنك تسمعه وتواجهه، تفرد له فيها من يومك بعض الدقايق اللي تسمع فيها لتوجيهاته. تسميها عزلة، تسميها خلوة، تسميها تدبر، تأمل، زي ما تحب. المهم إنك تفرد الوقت ده باختيارك أنت علشان تقدر توصل للهدف. بص على نهج الأنبياء والرسل جميعا عليهم صلوات الله وسلامه، وكل الصالحين اللي سمعنا عنهم كلهم كان لهم حظ ونصيب من الخلوة والعزلة، لأنها مش انقطاع عن العالم ولكنها عودة للأصل، لسماع الصوت الداخلي والتواصل مع الذات ومع الحق. في الصوفية مثلا من عرف نفسه عرف ربه. وفي الأدب جلال الدين الرومي كمان كان بيقول: في سكون الليل تسمع ما لا يقال في النهار. ده لو في سكون فعلا، مش اللي بيحصل دلوقتي. أما في الرؤية الصينية فالله تزا كان بيقول: من عرف نفسه فهو مستنير، ومن سكت عرف. وكمان في الطوية السكوت والصمت مش حاجة سلبية، ولكنهم سماع الإيقاع الداخلي للنفس وللكون. في البوذية مبدأهم إنك لما تجلس في صمت هتسمع الجبال بتتكلم والأشجار بترد عليها. يعني عمرك ما هتعرف توصل للهدف من اللي حواليك ولا تتدبر غير في صمت وفي هدوء. في الكونفوشيوسية كمان الإنسان النبيل ساكن في داخله، أما نقيضه فمضطرب في قلبه. يعني الاتزان والحكمة بيجوا من الصمت والهدوء. أيوة، يعني عاوز تقول إيه؟ عاوز أقول لك إن كلهم متفقين على إن الهدوء والصمت والسكون بيرجعك للأصل، بيخليك تعرف هويتك. أما الانشغال والزحمة والدوشة وكل اللي بيحصل ده الحقيقة هو في الغالب هروب من الواقع، علشان ما تواجهش الداخل اللي المفروض هيوجهك صح وهيرجعك لربنا سبحانه وتعالى. لأن العزلة مش فراغ ولكنها امتلاء بالوعي اللي بيجيلك في صورة اللاوعي اللي مستنيك تفضى علشان يكلمك. وكمان في علم النفس وعلم النفس الإيجابي العقل اللاواعي هو المستودع العميق للذكريات والرغبات والمشاعر المكبوتة. علشان كده واحدة من أهم لحظات الهدوء دي هي الأحلام، لأن الأحلام من أهم علامات الصحة النفسية. العقل اللي بيحلم عقل صحي، لأنه قادر يفرغ المشاعر السلبية، قادر يواجه مخاوفه، قادر يتعلم من كل حاجة جديدة بيشوفها. علماء النفس المعاصرين بيسموا ده شبكة الوضع الافتراضي في الدماغ، ما بتنشطش خالص غير أثناء الراحة. علشان كده العزلة والخلوة مهمين. والعقل في وقت السكون مش بيصمت ولكنه بيعمل لنفسه إعادة ضبط وتوجيه. علشان كده في فيديو قبل كده كنت بتكلم عن أهم أوقات استحضار الإلهام والتركيز على الصوت الداخلي، هو الفيديو ده تقدروا تشوفوه لو تحبوا. المهم إنك تقدر تهدي الصوت الخارجي شوية علشان تقدر تسمع الصوت الداخلي. في الصمت بتفتح البصيرة، وفي العزلة الذاكرة بتشفى من كل الفوضى اللي فيها. في الهدوء هتسمع الصوت الداخلي اللي دايما بيقولك عود إلي ففروا إلى الله. لأن السلام عمره ما هيكون مكان نروح له، ولكنها حالة بنرجع ليها، حالة بنستحضرها من جوانا. لازم احنا اللي نختار نعمل ده. ولما تروح هناك عمرك ما هتكون لوحدك، لأن هناك هتلاقي اللي مستنيك طول الوقت، الحقيقة المطلقة. هتسمع توجيهات ربنا سبحانه وتعالى ليك واضحة وجلية. علشان كده إنا لله وإنا إليه راجعون مش جملة نقولها في المصائب والشدائد، ولكنها أسلوب حياة بيذكرنا جينا منين وراجعين لمين طول الوقت. طب أنا ليه بشرحها بالطريقة دي؟ لأن الفهم بيريح. سلام.